ادي الحضري. واحد يقول لي الحضري ايه؟ اقول له ادي الحضري انقذ فرصه هدف، واكيد ما سمعناش اي وعلى طول الكره الاماميه. بص حضراتكم، انما بتروح لواحد اسمه السليتي. لازم اهو من الاثنين الكتاكيت دول لازم يلعبها لصديق متخصص اضاعه الكرات عنده. ادي كره تروح للسليتي متخصص اضاعه الكره عنده. الاسماعيلي يبني وهو يهد، وكابتن عادل طعيمه مخبوزات وحضن الهوا. عصام الحضري واقف يفكر في سيون. يا على القدر والكره الخاينه، ودخلت وايه بتخش في احسن العائلات. بتحصل في احسن العائلات اهو. على فكره الشيخ عبد الفضيل عامل لصقه كده هنقول عليها لها قصه. في لزقه كده على فخذ الشيخ عبد الفضيل، ده راجل ياباني اسمه كونزو. اللزقه اللي على فخده دي ليها قصه، لما المباراه تقف هنقولها لحضراتكم. مش قصه للعيب، انما ده احد العلاجات الحديثه عندنا، بس هي من 73 في اوروبا، احنا لسه واخدينها 2007. لزقه بتضيع الالام في الركب، ولما يكون عندك تمزق وقرب يخف او خف فبتبقى تحطها بتساعد اللعيب. لزقه مطاطيه فيها جوه دواء، في حاجات كتير جدا. بقول لحضراتكم اللزقه اللي على فخذ العضله الخلفيه لشريف عبد الفضيل اخترعها واحد ياباني اسمه كينزو من 35 سنه 73. احنا دخلت عندنا 2007. هي مطاطيه، عندها مطاطيه شريط مطاط كده وقطن على بعض، بيساعد على تنفس الانسجه. سمكه وزنه مطابق لوزن وسمك الجلد بتاع اللعيب، يمكن للمريض انه يتحمله، يساعده على سهوله الحركه، يقلل من اجهاد العضلات، يساعد على حركه الدوره الليمفاويه تحت الجلد. يعني لزقه فعلا، بيقول لك اللعيب ده لزقه يعني فايده، دي لزقه برضه بفايده. ويحمر الملعب، والراجل اللي في البلكونه كان بينفخ في سجاره. وطبعا مش هقول اللي كان بره، مفيش حد بره، كلهم كانوا قاعدين على الكراسي لان الاهلي كان ضاغط. الاهات كام النهارده في الشوط الثاني لسيد عبد الفضيل، انما تمريره تعبانه وطالع غلط، ضرب غطس في راح فين مش عارف. شريف اكرامي في ال 18 ياردة الاخيره، والمباراه على صفيح ساخن ومحدش يعرف هتنتهي ايه. واحد يقول لي يا سلام، اقول له والله. وتتعمل اسقاط. الاسقاط ده في نادي الاتحاد والاسماعيلي، احمد علي راح واخد الكره وراح جاري، دي سبب الاشتباك ما بين حسن فريد سيد ومش راهب الموقف، وثلاثة أربعة عليه بيقول لهم ولو للانتاج تتلعب حلو قوي. طالع اكرامي بالبوكس غلط، في حد يضرب بالبوكس لتحت هيقعد. حاجات الله يكون في عون المدربين، هو بيداري غلطه، اصل ما فيش بوكس لتحت يعني. هيقوم ما فاكش حاجه شريف اكرامي، قوم ما فاكش حاجه، انت اللي غلطان، ما فيهاش حاجه. على طول شريف اكرامي مركبته ما فيهاش حاجه، هو بيشوط زي ما حضرتك شايفين، انما هو كان مكسوب بس من الكره اللي عملها. دي جيش النهارده مصحصح قوي. واحد يقول لي مصحصح ايه؟ في واحد مغطي هناك، محمد حسام بقى هو اللي يقولها، ما اعرفش. تصويبه من احمد حسن، انما مش لابس الجزمه اللي بتكهرب وتطلع كره مش مكهربه. واحد هيقول لي انت ايه؟ انت زملكاوي ولا اهلاوي؟ بس لا، انا بقول بس الحق. ايه حكايه؟ كله بيكتفي الراجل ده، ماله؟ كله بيكتفوا الراجل، يعني دليل على انه ايه؟ عامل لهم رعب، كله قاعد يكتفوا. ايه الحكايه؟ كتف ورا كتف ولا كتف، كتر اكتاف تقل المعرفه. 5 سنين وقت بدل ضاع.